أصدقائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة المخصصة لصفقات الصيف المعلنة. فبعد 6 أجزاء سابقة، كان من أبرز الانتقالات خلالها انضمام الصيباري إلى بايرن ميونخ، جوردون وآديمي وبيسو إلى برشلونة، وصفقات ريال مدريد ال5. سنعرض لكم اليوم الجزء السابع، بحيث ستشاهدون أقوى 10 صفقات جديدة تمت رسميا هذا الصيف. فابقوا مع جون ستونز إلى إنتر ميلان. في صفقة انتقال حر، تعاقد إنتر ميلان مع المدافع الإنجليزي بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي على أن يرتبط مع النيراتزوري بعقد مدته 2 عام، وتعد هذه التجربة الأولى لصاحب 32 عاماً خارج إنجلترا، حيث لعب من قبل ل3 أندية إنجليزية فقط، وهم بارنسلي، إيفرتون، وآخرها السيتي، الذي توج معه ستونز ب19 لقباً على مدار 10 مواسم، أهمهم ثلاثية عام 2023. راندال كولومواني إلى يوفنتوس. لتعزيز خط هجومه، نجح يوفنتوس في ضم المهاجم والجناح الفرنسي قادما من باريس حتى صيف 2031 مقابل 38 مليون يورو و12 مليون أخرى كمكافآت، ليرتدي صاحب 27 عاما قميص البيانكونيري للمرة الثانية في مسيرته، حيث كان قد لعب كمعار للفريق بالنصف الثاني من موسم 2024-2025، مشاركاً في 22 مباراة شهدت تسجيله 10 أهداف وصناعة 3. وإلى جانب مواني، تعاقد اليوفي أيضاً مع الجناح البوسني كريم ألايبيغوفيتش البالغ 18 عاماً قادماً من باير ليفركوزن حتى صيف 2031 مقابل 33 مليون يورو و7 مليون يورو كمتغيرات. كريستوس تزوليس إلى أرسنال. لتعويض رحيل تروسارد إلى بشيكتاش، تعاقد بطل إنجلترا مع الجناح الدولي اليوناني قادما من كلوب بروج حتى صيف 2031 مقابل 40 مليون يورو كأغلى صفقة بيع في تاريخ النادي البلجيكي، كما أصبح ابن 24 عاما أغلى لاعب يوناني في التاريخ. وجاء قرار الجانرز بضم تزوليس بعد تألق اللاعب بشكل كبير، خصوصا بالموسم الماضي رفقة كلوب بروج، حيث سجل خلاله 22 هدفا وصنع 29 في 52 مباراة، بينهم 9 أهداف و13 أسيست في 26 مباراة بالدوري البلجيكي، ليساهم في فوز فريقه باللقب، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المسابقة. جواو غوميز إلى آستون فيلا. عقب هبوط ناديه وولفرهامبتون بنهاية الموسم الماضي، ارتبط اسم لاعب الوسط البرازيلي بالانتقال لأندية عديدة على رأسها أتلتيكو مدريد، لكن آستون فيلا نجح بحسم السباق لصالحه، حيث ضم صاحب 25 عاما بعقد يمتد حتى صيف 2031 مقابل 40 مليون يورو و5 مليون يورو كمتغيرات. غوميز خاض إجمالاً 130 مباراة طوال فترته مع وولفرهامبتون، بينهم 41 مباراة بالموسم الماضي سجل خلالها هدفاً وصنع 3. فرانكو ماستانتونو إلى فيورنتينا. للحصول على دقائق أكبر واكتساب مزيد من الخبرة، قرر الجناح الأرجنتيني الرحيل مؤقتاً عن ريال مدريد، وكانت وجهته إلى الكالتشو، حيث انتقل إلى فيورنتينا كمعار لمدة موسم في صفقة لا تتضمن خياراً للشراء، كما سيتقاسم الناديان راتب اللاعب. وكان صاحب 18 عاماً قد انضم إلى الملكي في صيف العام الماضي، لكنه لم ينجح في تثبيت أقدامه أو فرض حضوره، فتحول إلى بديل، وإجمالاً ظهر في 35 مباراة طيلة الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفاً. جيمس ترافورد إلى ليدز يونايتد. في صفقة جعلته أغلى حارس مرمى بريطاني في التاريخ، غادر الإنجليزي صفوف السيتي منتقلاً إلى ليدز لمدة 5 مواسم مقابل 46.8 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ الأخير. ويتطلع ابن 23 عاماً إلى تحد جديد بعد موسم محبط مع سكاي بلو تأثر خلاله بتعاقد النادي مع دوناروما بعد ضمه بنفس الميركاتو، حيث اكتفى ترافورد بالظهور بشكل رئيسي فقط في مباريات الكأس المحلية، سواء كأس الرابطة أو كأس الاتحاد الإنجليزي، علماً بأن الفريق توج بالبطولتين. ماغنيس أكليوش إلى باريس. يواصل بطل أوروبا ترسيخ مكانته كوجهة أولى للمواهب الفرنسية،
حيث تعاقد مع الجناح الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية قادما من موناكو حتى صيف 2031 مقابل 50 مليون يورو. انتقال صاحب 24 عاماً إلى حديقة الأمراء جاء بعد تألق كبير مع موناكو، خاصة بآخر موسمين، حيث سجل 7 أهداف وصنع 12 بالموسم قبل الماضي، ثم أحرز 7 أهداف وصنع 11 بالموسم الماضي. ودولياً مثل أكليوش معظم الفئات السنية لمنتخب فرنسا، وتوج بفضية أولمبياد باريس 2024 مع المنتخب الأولمبي، كما ظهر مع المنتخب الأول وكان ضمن قائمة الفريق المشاركة بالمونديال الأخير. رونالد أراوخو إلى ليفربول. لتعويض رحيل كوناتي، نجح ليفربول في ضم المدافع الأوروغوياني من برشلونة لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء مقابل 55 مليون يورو، كما سيتحمل النادي الإنجليزي راتب اللاعب بالكامل. وجاء قرار صاحب 27 عاماً بمغادرة كامب نو بعد محادثة جمعته بفليك قبل أيام، أكد خلالها الأخير لأراوخو بأنه سيكون خياراً بديلاً في خططه، مع مشاركة محدودة وأدوار ثانوية حسب ما أكدت صحيفة ماركا، ما دفع وكيل اللاعب للتحرك فوراً قبل أن يوفر عرض ليفربول. فليك أكد انتقال أراوخو وقال عنه: طريقة لاعبنا مختلفة عما يريده هو، إنه لاعب قوي وسريع، ومن المؤسف بالنسبة لي أن الأمور سارت بهذا الشكل. وأضاف: أثرت عليه أخطاء الماضي على المستوى النفسي، لكنني رأيته سعيداً وأتمنى له الأفضل. برونو غيمارايش إلى أرسنال. لرفع جودة وتنويع خياراته بالوسط، قرر بطل إنجلترا التوقيع مع النجم البرازيلي قادماً من نيوكاسل حتى صيف 2030 مقابل 87.5 مليون يورو، كما حصل ليون النادي السابق لغيمارايش على 7.5 مليون يورو بسبب وجود بند يحصل بموجبه على 20% من أي أرباح يحققها نيوكاسل عند بيع البرازيلي. بذلك انتهت مغامرة صاحب 28 عاماً مع الماكبايز عقب 4 مواسم ونصف، خاض خلالها 195 مباراة، مسجلاً 31 هدفاً مع 32 أسيست، كما ساهم في تتويج الفريق بكأس الرابطة الإنجليزية بالموسم قبل الماضي، وحصل بنهاية الموسم الماضي على جائزة أفضل لاعب في نيوكاسل. يان ديوماندي إلى ريال مدريد. الصفقة الصيفية السادسة لكتيبة مورينيو هي الأغلى على الإطلاق بتاريخ الريال، إذ تفوق الأخير على PSG وتعاقد مع الجناح الإيفواري قادماً من لايبزيغ حتى صيف 2033 مقابل 125 مليون يورو كقيمة ثابتة، مع 10 مليون يورو كإضافات سهلة التحقق، و5 مليون أخرى كمكافآت مرتبطة بشروط أكثر صعوبة. كما سيحصل ليغانيس النادي السابق للاعب على 5% من القيمة الثابتة للصفقة. ويعد ديوماندي البالغ 19 عاماً أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، حيث لفت الأنظار مع لايبزيغ في الموسم الماضي، مسجلاً 13 هدفاً مع 10 تمريرات حاسمة خلال 36 مباراة، كما ظهر بشكل جيد مع منتخب بلاده بالمونديال الأخير. نختم هذه القائمة بإشارة سريعة إلى نجوم آخرين انتقلوا لوجهات جديدة أغلبهم بشكل حر، مثل انتقال تياغو سيلفا إلى فلومينينسي بعد نهاية عقده مع بورتو، أوتاميندي إلى ريفر بليت بعد نهاية عقده مع بنفيكا، إنسيني إلى سامدوريا بعد نهاية عقده مع بيسكارا، يان سومر إلى كلوب بروج بعد نهاية عقده مع إنتر ميلان، وبرانديت إلى أياكس بعد نهاية عقده مع دورتموند. وإلى جانب هذه الانتقالات المجانية انضم لونغليت إلى بنفيكا كمعار من أتلتيكو مدريد، وأوباميانغ من مارسيليا إلى ديبورتيفو لا كورونيا مقابل 1.5 مليون يورو.